بعد إلقاء القبض على الفنانة المغربية دنيا بطمة في مدينة الدار البيضاء لتنفيذ قرار حبسها لمدة سنة نافذة في قضية حساب حمزة مونبيبي، أعلن مواطنها المطرب سعد المجرد التضامن معها. ونشر المجرد صورة لدنيا عبر ستوري إنستغرام قائلا: الله يفرج همك أختي دنيا، مرفقا بصورة قلب أبيض. وكانت دنيا بطمة قد وصلت لسجن الوادية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء من قبل عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش. يأتي ذلك بعدما رفضت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط الشهر الماضي طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب حمزة مومبيبي الذي أنشأ عبر تطبيق سناب شات لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال. يذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش كانت قد أصدرت حكما بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا عام 2020، يليه الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة. وأكد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أن هناك أدلة كافية تثبت إدانة دنيا وشقيقتها بجنحة المشاركة في تجميع ونشر كلام وصور الضحايا دون موافقتهم خلال أنظمة معلوماتية، بالإضافة إلى بث وقائع كاذبة تمس حياتهم بقصد التشهير بهم وتهديدهم. وبدأت قضية حمزة مومبيبي قبل سنوات قليلة حينما أنشأ شخصا مجهول الهوية حسابا على تطبيق سناب شات استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد. واتهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاما كاملا.